أهلا وسهلا بيكم في خامس حكاية من حكايات بارة المألوف. حكاية النهاردة ليها علاقة بكل شخص حب ومطلش، كل شخص حاول في العلاقة وفي الآخر اتساب، سواء بنت أو ولد. بس النهاردة هجسد لكم القصة في صاحبتي ليلى، وليلى ده اسم مستعار استخدمته حفاظا على هوية صاحبة القصة واحتراما لرغبتها. اخترتها واخترت حكايتها لأنها كانت مراية، شفت فيها نفسي وشفت كل مراحل الوجع اللي عديت بيها. ليلى شابة صغيرة وجميلة قوي، ناجحة في شغلها جدا وروحها حلوة ومثقفة، لما تقعد معاها تتبسط بصحبتها. بس طبعا أي بنت حلوة فيها كل المواصفات دي مش هقول حظها وحش، بس هقول إنه قدرها وقعها في علاقة توكسيك لأبعد الحدود، ومع شخص ما قدرهاش ولا قدر وقوفها جنبه ومحاولاتها المستميتة إنها تنقذ العلاقة حتى لو على حساب نفسها. بس للأسف كل ده منفعش، وانتهت العلاقة وخرجت ليلى متدمرة. طبعا بعد القصة دي زهرتنا الجميلة ليلى دبلت وصابها الالتياع، وده حال أي حد دخل في علاقة توكسيك. إيه ده؟ لحظة واحدة، الالتياع هو إيه اللي أنا بقوله ده؟ أيوة، الالتياع ده مصطلح معناه احتراق القلب من الهم أو الشوق، والمصطلح ده جبته من كتاب تنذكر ما تنعاد للكاتبة ميرنا الهلباوي، اللي كانت بتحكي فيه عن تجاربها الشخصية، وأحد تجاربها دي هي فقدانها لشخص كان بيعني لها كتير قوي. وعشان ما كانتش عارفة إيه الاسم المناسب للشعور اللي هي بتحسه، دورت في معاجم اللغة العربية لحد ما وصلت له. مش بس كده، دي كمان ذكرت إن الطبيبة النفسية إليزابيث كوبلر بالاشتراك مع الكاتب ديفيد كيسلر قسموا مراحل الالتياع ل5 مراحل، وهي الإنكار، الغضب، المساومة، الاكتئاب، والتقبل. وعشان طبعا ميرنا بتتكلم عن تجربتها الشخصية، فأضافت على الالتياع بعض المشاعر، وأنا بعد قراءتي لسطور كتابها عدلت ترتيب بعض المشاعر وأضفت عليها بناء على تجربتي الشخصية، وتوصلت إلى أن الالتياع بيبدأ بالإنكار. إنكار بأن العلاقة انتهت، لا أكيد هيتصل تاني وهيرجع لي، لا أكيد وحشتها وهتفتكرني وهتجيلي. أو في إنكار بأني تعبان من وجع الفراق أصلاً. في ناس بتقعد تقول أنا مش حاسس بأي حاجة، أنا كويس جدا، أنا زي الفل، قلبي مش موجوع ولا في أي حاجة. وطبعا المرحلة دي ما بتطولش كتير وبتيجي وراها مرحلة الغضب، لأن الإنكار ما عملش حاجة ولسه قلبي النار عمالة تاكله من وجع الفراق، فبيزيد غضبي، خاصة مع إحساسي إن كل البحار والمحيطات اللي في الكرة الأرضية لا يمكن تطفي نار قلبي. وفي المرحلة دي في ناس بتقدر توجه غضبها وتخلي النار اللي في قلبها تاكل في حاجة تانية غيرها، زي إنهم بيسحلوا نفسهم في الشغل أو في الدراسة، بيلعبوا رياضة كتير طول النهار أو الليل. وفي ناس بتخرج كتير قوي، المهم ما يسيبوش نفسهم لدماغهم، وبتبقى طريقة لإلهاء القلب عن اللي بيحس بيه. وكل ده بعد ما يعملوا الإنسان بيلاقي إن مفيش أي حاجة حصلت، فبتيجي مرحلة الاكتئاب. عملت كل حاجة ومش عارف أنسى. وبخصوص المرحلة دي عايزة أقول إن الإنسان لو فكر شوية هيلاقي إن مفيش حاجة بتتعالج بين يوم وليلة. يعني لو صباعي اتقطع وأنا بقطع حاجة بالسكينة، الجرح بيحتاج من أسبوع ل10 أيام عشان يلئم. طيب لو حاجة أكبر زي كسر في إيد أو في رجل عايز شهر، لو تمزق أربطة عايز 8 أسابيع، يعني شهرين. وفي حالات بتبقى مستعصية جدا بتاخد سنين وسنين في العلاج وبعدها علاج طبيعي. فازاي الإنسان عايز روحه اللي هي أعمق وأكبر من كده بكتير، وقلبه اللي قاعد يحب شهور وأحيانا سنين، يتداوى بسرعة ويخف في لمح البصر؟ بعد الاكتئاب بتيجي مرحلة ارتكاب الحمقات، اللي بالنسبة لي بتكون بنج مؤقت. قلبي وروحي لسه تعبانين، ما خفتش، طب يلا نرجع للإكس اللي كان بيأذينا وبيوجعنا ونحاول نرجع العلاقة تاني. وفي ناس بتدخل في علاقات جديدة بحكم إن العلاقة الجديدة هتصلح القديم. وفي اللي بيستسهل وبيروح يشرب سجاير وبيدمن. وفي الأسوأ والأسوأ، وكل ده عشان مش قادر يصبر على الوجع. عامل زي اللي فك الجبس بعد أسبوعين وبدأ يستخدم إيده، بس بعد كام يوم إيده هترجع توجعه وهتتجبس تاني، والمرة دي هتاخد وقت أطول في العلاج.
عارفة إنه الوجع قاسي وصعب، وبتبقى فيه نغزة في قلب الروح كده بتخليك تحس إنك مش عايز تعيش وإنك عمرك ما هترجع سليم تاني. بس مهما كان الوجع ده ابعدوا عن الحماقات دي، لأنها هتخليكم تندموا وتتوجعوا أكتر. عملنا كل الحماقات ومفيش تحسن، بتيجي مرحلة الانتكاسة، بتنتكس وبتقول لنفسك خلاص مفيش أمل، هعيش بالوجع ده طول عمري وأي حاجة هعملها مش هحسها. وبتبدأ تتعايش مع إحساس إنك فقدت الإحساس بكل حاجة حلوة، لحد ما تلاقي نفسك تدريجيا بتدخل في مرحلة قبل الأخيرة، وهي التقبل. انت أهدى، متقبل نفسك، متقبل اللي حصل، مش بتلوم نفسك على اللي فات بس برضو مش قادر تتكلم فيه. وبتبدأ واحدة واحدة تدخل في المحطة الأخيرة، وهي الأمل. الأمل بإنك هتلاقي العلاقة الصح، والأمل إنك مش وحش بس كنت في المكان الخطأ. هتشوف ألوان الدنيا من تاني وكأنك بتشوف لأول مرة، والله هتصحى من النوم مش موجوع، وهتحس وهتحب تاني بس المرة دي بوعي أكبر، لأنك عرفت إيه اللي بيكسر روحك، فهتخاف عليها قوي قوي قوي. ده مش كلام والله، دي كلها حاجات مريت بيها وشفتها في صاحبتي ليلى وهي بتمر بيها، فعشان كده حكيتها. ليلى دلوقتي في مرحلة التقبل، هتعديها وهتلاقي كل الأمل وكل الحب مستنيها. ما تلوموش نفسكم أبدا عشان ما ينفعش تضغطوا عليها وهي أصلا مضغوطة. سامحوا نفسكم وتقبلوها، هتلاقوا في آخر النفق الضلمة نور مش وهم. صدقوني كنت زيكم مش مصدقة ان في نور، بس لقيت نجوم وأزهار، والأهم من ده كله لقيت نفسي. خلي بالكم من نفسكم وهونوا عليها، مستنياكم عند النور في نهاية النفق، ما تتأخروش. مني ليكم حب كتير وكبير، وبهديكم الأغنية دي. وتقع وتقوم وتقوم وتقع، في الفرح دموع ودموع يا وجع، مين قال مقسوم كداب يا ودع، ده انت اللي في ايدك طرف الخيط، في الزحمة وشوش جاية وبتروح، خايف على قلبي بات مجروح، ضحكة من الحلوة ترد الروح، تفتح شبابيك وبيبان البيت. انا صابني الحزن ما قلتش ليه، وعانتني الحزن قدرت عليه، ويا بحر حلفت اني اعديه، ويفوت العمر لو استنيت.